ازيكم عاملين إيه يا جماعة؟ متنسوش على اشتراك على مسلسل قناة بس عشان يخش 100,000 منهم مشترك إن شاء الله. النهاردة عن حلقتنا هنتكلم عن الأهلي إن شاء الله. المباراة اللي هيلعبها هيلعب قدام المصري إن شاء الله يعني بكرة إن شاء الله. ممكن اللعب امبارح أصلا الأهلي كسب امبارح 4-0. ألف مبروك الأهلي. ماشي الأهلي كسب. هيلاعب النادي المصري برضك في عادة برضك المرة اللي فاتت كسبنا 4-0 كان الشهر اللي فات. يعني النهاردة بكرة إن شاء الله، ممكن النهاردة ممكن بكرة. بكرة إن شاء الله هيلعبوا إن شاء الله الساعة 7 على قناة تايم سبورت وعلى قناة الأهلي. ماشي عايزين نوصل الفاينل، يعني عايزين نوصل الفاينل التاني وعايزين نوصل الفاينل كتير. يعني حوالي عايزين إيه؟ الأهلي. أكلمكم عن الأهلي والأهلي قدام الزمالك. الأهلي قدام الزمالك يا جماعة. الأهلي تخطيطه ده في 4-3. ده مش موجودة. طب مش موجودة. لعب بخطة تانية عشان مش حد يكشف الخطة بتاعت الإيه، كأس مصر. ازاي كشف بتاع خطة كأس مصر اتكشفت، اللي كل مرة بيلعب بيها الجديدة بتاعتهم اتكشفت. أو يعني ازاي احنا اتكشفت؟ يعني هنضطر هنعمل خطة تانية؟ لأ، هنلعب بيها وكمان اللعيبة بتاعتنا هيقدروا. شفت الفرص بس. أو أنا شايف الفرص دلوقتي على نادي الزمالك. مش هقول أقول ليه الفرص ليه. الأهلي ليه فرص كتير جدا. يعني حوالي يعني الأهلي ليه فرص كتير جدا جدا جدا. والله الصراحة دي يعني 14 فرصة ولا 10 فرص. في الشوط الأول 5 فرص، والشوط الأول في الشوط التاني 6 فرص ولا 7 فرص. 6 فرص أصلا. بجد والله. دلوقتي ماتش المنتخب مصر هيلعب شهر إن شاء الله، شهر يوم شهر 6 إن شاء الله. هيلعب قدام فرنسا إن شاء الله في تصفيات كأس عاصمة مصر الجديدة إن شاء الله. هتتم النسخة التانية إن شاء الله. إن النسخة التانية بتاعتها الجديدة إن شاء الله. يعني حوالي هنعمل النسخة الجديدة أصلا إن شاء الله. ماشي هنعمل كأس عاصمة مصر إن شاء الله. لا، كأس عاصمة مصر اللي هتتعمل على عاصمة الأدبية. لا، ملعب الأهلي الجديد اللي هيتعمل إن شاء الله في شهر، هيطلع شهر 6 إن شاء الله وهيتعمل. والافتتاح هيتعمل شهر 6 14 إن شاء الله. ملعب زي ريال مدريد، ملعب بايرن، شبه بايرن. يعني جايبين ناس اللي عملوا بايرن هنا يعني يعملوا الأهلي. ماشي. الأهلي هيتلاقي برضك كأس عاصمة مصر. ماشي. حلقتنا برضك اللي هي ايه، ماتش الاهلي هيلاعب قدام انبي المصري. ومصر اصلا ده انا بقى اصعب من الماتش اللي فات الصراحه. يعني هنطلع بالفوز يعني نطلع بالخساره، عشان احنا خلاص قرب نطلع من الدوري، قرب نفنس من الدوري. زي الزمالك لحق نفسه عشان ده فاضل ماتش وخسر من الاهلي هيطلع من الدوري. هو كسب الاهلي فاضل له كام فرصه؟ فاضل له فرصه واحده. لعب الماتش ده لعب الماتش ده وكسبه خلاص هيعدي وهيمشي تمام. النفس هيمشي هيخش دور الخمسه. ماشي ما هيمشي دور الخمسه هيعمل ايه؟ هيعمل هيقدر يسيطر على الكرة. يقدر يعني ما هو وصل الفاينل الأول هتبتدي النهائي. اللعيبة الكبار يعني من ضمنهم الزمالك والأهلي هما اللي بيوصلوا الفاينل. يعني الدوري المصري بياخد لعبة اتنين أندية. الأهلي والزمالك وصلوا الفاينل الأول هيبدأوا النهائي، أو أي حد وصل الفاينل الأول مفيش حد هيبدأ النهائي. أو إزاي؟ أيوة الأهلي في الدور 5 محاولات. طب في الدور دلوقتي في الدور الخمسة وكسب من الدور كسب الدور الخمسة هيعدي الدور الخمسة. هيخش الدور الخمسة على طول. هيخش الدور الخمسة على طول وش وش. احنا آخر فرص للأهلي. يعني هيحذروا. مش حكاية الأهلي خسر من الزمالك، لا، احنا خسرنا الزمالك كتير جدا. خسرنا الزمالك كذا كذا بطولات كتير. احنا خسرنا بطولات أكتر ناس. احنا ملك البطولات. احنا ملك قرن افريقيا. بس يعني حلقتنا دلوقتي يعني مش حد ايه يستخدم الفرص. مش حد يفكر الاهلي. الاهلي كل مره بيكسب. بس ما تاخدش على الاهلي كده ايه يكسب كتير. ما تاخدش على الاهلي بيكسب كتير جدا. صح ولا مش صح؟ الاهلي المفروض يديله راحه. الاهلي بيلعب، الاهلي بيدي موجود، الاهلي يعني حوالي
لعيبة الأهلي بنفسهم الصراحة يبعتوا. سلام. متنسوش على اشتراك سبسكرايب عشان نخش 100,000 يوم مشترك على اليوتيوب قناة عمر الأهلي. إن شاء الله خش اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس. سلام.